ابني صوته عالي جدا وهو في فترة المراهقة، بيتكلم بطريقة فيها قلة احترام ليا. وانا مش عارفة اعمل معاه ايه. خلونا نتفق على ان وقت المراهقة بيبقى هو ولا طفل ولا راجل كبير، فما عندوش ثقافة الراجل الكبير ان هو يعرف يتكلم، او ان يعرف يرتب كلماته او يعرف يعبر عن نفسه وهو مبقاش طفل. فانتي شايفة طريقته مش نورمال، متقبليهاش من واحد شايفاه طويل عريض ازاي تتكلم كده. هما مبقاش عندهم صياغة الكلمة، لسه مش فاهمين يصيغوا الجملة ازاي، مش فاهمين نبرة الصوت ازاي. عارفين الصوت العالي غلط، بس لما بيكونوا قلقانين وخايفين بينفعلوا. فلازم هنا انا اعيد عليه واقول له انت تقصد تقول واحد اتنين تلاتة اربعة، انت تقصد واحد اتنين تلاتة اربعة، انت كنت المفروض تقول الكلمة دي بطريقة واحد اتنين تلاتة اربعة. لازم نديله ده قبل ما نهاجمه، نعلمه يقول الكلام ازاي، ويعلمه له وطي صوتك، ولو انت عاوز تعبر عن حقك قولها بطريقة واحد اتنين تلاتة. لكن اهاجمه وانت قليل ادب، انت ازاي تكلمني كده، هو اصلا ممكن يجيله تشاك، هو مش فاهم هو عمل ايه، مش فاهم الجمله كانت غلط ازاي، فعشان كده اعتذر مش هعتذر. فلازم نعيد لهم صياغه الجمله، هم ناقصين خبره. بس كان معاكم دينا البكري.